اهلا ابراهيم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا ابراهيم. مرحبا. كيف احوالك؟ الحمد لله. كيف احوال المغرب؟ والله الحمد. ناشد. انت من وين من المغرب؟ من كازا من البيضاء. كازا الدار البيضاء. قديش عمرك اليوم؟ 28. 28؟ 28 سنة. ابراهيم، يعني بعتقد انه هالقصة رح تأثر فيكم. ابراهيم يتيم، توفت امه لما كان عمره 3 سنوات. بعد 3 سنوات اكتشفوا الاطباء انه في عنده مرض له علاقة بزواج القربة. امه وابوه كانوا قرايب اولاد عم. هذا المرض كان توقف النمو عند الطفل. بقى من ذلك الوقت ابراهيم لم ينمو بشكل طبيعي، وكانت تتقدم به السن ولكن حجمه لم ينمو، ولكن عقله نما وعقله بفكر زي اي شاب بعمر 28. ابراهيم حاب يجي الى الاستوديو طبعا من خلال مراسلتنا الموجوده في المغرب اللي هي عم تبحث عن قصص. حاب يجي حتى يقدم شكر الى ناس احاطوه بالرعايه بالعاطفه بالمحبه، ساعدوه بكل مسار حياته، بكل احواله الجسديه والشخصيه والنفسيه والروحيه. اعتبروه فرد من افراد العائله على مدى 28 سنه. جاي يقدم لهم شكر علني. صح يا ابراهيم؟ نعم. شكر لبيت عمك وابن عمك ربيع. نحن بعتنا له دعوة كتاب الى ربيع حتى يجي الى الاستوديو. طبعا ربيع مش عارف انك انت هون، ولا هو عارف انه راح يجي حتى انت تتشكره. فخلينا نشوف اذا كان ربيع تسلم الدعوة وقبل الدعوة وسيأتي من كازا الى استوديو. طلع بالشاشة هنا. السلام عليكم استاذ جورج. احنا مره اخرى بمدينه الدار البيضاء، والان غنمشيو باش غنقلبوا على البيت ديال ربيع مصدق باش نعطيوه الدعوه ديالو. يلا معايا نشوفوه واش كاين. الان قربنا للدار ديال ربيع مصدق. السلام عليكم يا سيدي. السي ربيع مصدق هذا. العمر ديالك 26 سنه. والاب ديالك السي مصطفى مصدق. السي ربيع حنا عندنا لك واحد الدعوه من عند الاستاذ جورج قرداحي. شنو الدعوه؟ من دعوه باش تحضر معاه في البرنامج ديالو. واش قابل الدعوه ديالو يعطى؟ مرحبا ان شاء الله يا سيدي. الله يعاون. إذا رسالتنا إلى ربيع وصلت، وبنشكر كمان مراسلتنا هناك أو نسميها ساعية البريد اللي هيك حبت تفرجينا شوي الدار البيضاء وجمال المغرب. على كل حال ربيع صار هون، معناها ربيع موجود في الخارج. بس بذكركم إنه هذه القصة مش قصة تسامح ولا طلب السماح ولا الاعتذار ولا المصالحة ولا شيء، هي قصة وفاء. إجا هذا الشاب إبراهيم مصدق، إجا من المغرب حتى يقول شكرا لعائلة حضنته، هي عائلة عمه بشخص ابن عمه ربيع. بقى بنستقبل ربيع.
اهلا بربيع. ازيك ربيع؟ تفضل تفضل تفضل. كيف اخبارك ربيع؟ عمرك الحمد لله بخير الحمد لله. مالك خايف؟ لا ما خايفش. لا في مباحث هنا ولا في شرطة ولا في أمن، في مثل ما شايف الجمهور الحلو نحن وانت. الحمد لله. ايه اخبار المغرب؟ عمرك الحمد لله بخير. كيف الطقس عندكم حاليا؟ شوية حر؟ بدأ الحر؟ حر شوية. شوية؟ شوية. متزوج؟ لا بعد شو بتشتغل؟ أنا ما بشتغلش. ما بتشتغل؟ شو بتعمل طيب؟ ولا شيء؟ في البيت؟ في البيت قابل واحد الأخ ديالي. عندك أخ تاني؟ شو بتعمل بالبيت وشو اهتماماتك؟ هيك بتقعد بالبيت؟ اهتماماتي بالأخ ديالي ووالدين ديالي صار. نعم. هو اهتماماتي مقابل واحد الأخ ديالي. علي صوتك شوي لأنه مش عم قابل يسمع. واحد الأخ ديالي نعم. مريض مقعد. أخ هو؟ أخ. نعم. قابل واحد الأخ ديالي نعم. مقعد وخص لي يساعد. تهتم فيه أنت دائما؟ دائما بجنب. بجنبه. الله يبارك فيك. اهتم به كان بحال ما كان بغى شي حاجة. نعم. كنماطي عليه بغى شي حاجة يعوم، بغى شي حاجة مثلا يمشي يدور. أنت كل شيء. كلشي. نمشي ندورو نمشي بحال ما كن وسو قلق شوية. درست دخلت المدرسة؟ دخلت المدرسة. شو درست؟ درست المدرسة ابتدائية. ثانوية؟ ثانوية ابتدائية. رحت على الجامعة؟ دخلت الجامعة؟ لا الجامعة ما دخلت الجامعة. عندك أصدقاء تخرج بتروح بتجي؟ لا ما في. كرس وقتك لهذا الأخ المقعد. المقعد شو اسمه؟ اسمه إبراهيم. إبراهيم. أنت عارف ليش جاي على الاستوديو؟ جاي قال لي كاين واحد المسابقة ديال برامج مسابقات. وجاي ان شاء الله نشارك في المسابقة ان شاء الله وناوي نأدي. وتركت إبراهيم؟ خليته. مين معه؟ خليته في البيت. في حد يهتم فيه؟ ايه كاين اخويا اللي اصغر مني وصيته كيفاش يهتم بيه وكيفاش حتى نعم. وجيت لهذه المسابقة كنتمنى من الله يعني اللي قالوا لك انه في مسابقات مش عارف ليه قالوا لك. قالوا لي كاين واحد المسابقة ديال برامج. قالوا لي هنا في مصر. بس خلاص خلصت هاي المسابقة. وقفناها. يعني يا ريت اشتركت معنا بالمسابقة وكنت ربحت شوي. بس شو بدنا نعمل؟ هلا انت موجود هون لسبب اهم من المسابقة. والحقيقة مش انا دعيتك. في شخص هو دعاك، حب يدعيك لانك تستاهل. بس قبل ما اقول لك مين الشخص، شاكك بحدا انت؟ لا مش شاكك بحدا. طيب خلينا نشوف سوا مين هو الشخص اللي دعاك. طلع بالشاشة. ربوع، انت انسان عظيم، انت بتستاهل كل خير. وانت يا ربيع، انت واللي حواليك وابوك كمان الله راح بيجازيكم خير. ابراهيم بعت لك جواب شكر، يعني قال لصديقتنا أسماء هي اللي دونت الرسالة اللي حب يعبر فيها عن عواطفه تجاهك تجاه كل العائلة، وكلفوني أنا أقرأ لك إياها. أنا ما جيتش أطلب الشكر ديالو، أنا جيت لأساس مسابقة. لا أنت مش طالب، هو طالب. أنت مش طالب، هو اللي جاي يتشكرك، مش قادر يعبر لك بطريقة مختلفة. حب أنه من خلال هذا البرنامج أن يعبر لك عن عرفانه بالجميل. إن شاء الله. راح بقرأ لك الرسالة، راح بوقف إلى جانب إبراهيم. أنت خليك
انت خليك هنا وانا بقراها من جانب ابراهيم. ابراهيم هذه رسالتك. نعم. تسمح لي اقراها لربيع؟ مرحبا. بقول لك: ابن عمي العزيز بل اخي الحبيب ربيع، كثيرا ما توقفت امام عباره شهيره هي: رب اخ لم تلده لك امك، مدركا انها عباره حقيقيه وصادقه. فانت لست باخي لكنك اكثر من اخي. صحيح نحن اقارب وانت ابن عمي، لكنني لم اعرف او اقرا او اسمع عن ابن عم فعل معي ما فعلته انت وما فعله عمي العزيز وعائلتك التي هي عائلتي. ومن خلالك أوجه شكري وعرفاني لعمي ولجميع أفراد العائلة. شو اسمه عمك؟ مصطفى. مصطفى. أخي ربيع اسمه مصطفى. أخي ربيع، كنتم يدي، عم بيقول، التي آكل بها، وقدمي التي أتحرك بها، وعيني التي ترى الدنيا جميلة لأنكم معي فيها. لم تتركوني ولم تملوا مني ولم تهجروني كما قد يفعل البعض، أو تلقون بي لدار رعاية خاصة بعيدا عن حضنكم وحبكم الذي عوضني عن كل شيء. كنتم ولا زلتم ابتسامتي الخالصة، وحين كنت أبكي كنتم أول من يمسح دموعي، حتى تذكروني أن الله عز وجل موجود، وأنه أرسلكم لي لأظل حيا معتزا بنفسي وعاشقا لكم وحامدا إياه على فضله الكبير. برافو عليك. الحمد لله. يا ربيع، صحيح أن هذا البرنامج اسمه المسامح كريم، وصحيح أنه لإصلاح ذات البين، لكنني اليوم آتي لأقول لكم أمام الكاميرات وأمام الدنيا كلها: شكرا لكم يا إخوتي ويا عائلتي، جزاكم الله خيرا على ما فعلتموه بي معي، وأسكنكم الله جنة الخلد جزاء رعايتكم لي. إبراهيم، نعم. حلو الكلام. الحمد لله. بعرف إنه أسماء ساعدتك على الكتابة، نعم. بس معبر جدا. الحمد لله. وأنا بتشكرك لأنك جيت العفو. وتكبدت عناء السفر، شرفت إلى استوديو هون حتى تتشكر ابن عمك وعمك وكل العائلة والأسرة اللي حملوك وحضنوك منذ أن كنت يتيم. الحمد لله. الله يبارك فيك. رح نفتح الستار. افتحوا الستار. هو موجود هنا. هو موجود هنا. الله يجازيكم، والله يعطيك قد نيتك وإيمانك. إبراهيم، نعم العائلة. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. ولا بترجع مع ربيع على المغرب. الله يوفقكم إن شاء الله. يعني فعلا قلت لكم حتكون مؤثرة، جمهورنا عم بيبكي. يلا على كل حال بالتوفيق ربيع، فيك تاخذوا وترجعوا سوا، والله يبارك فيك. الله يبارك فيك. والله انا شايف الشباب بجمهورنا عم بيبكوا اكثر من السيدات.